برضو كان في مشكله بتقابلني الليتنسي. اوكي. في حد بيبقى بيسجل جوه امم. وبيبقى سامع ليتنسي. اوكي. فانا بظبط له بقلل طبعا البفر سايز. بتنزله لكام؟ 64 تقريبا او 128. 128، بجرب الاثنين 128 بصراحه. او 112 لو الكمبيوتر قوي. بجرب ده يعني، عملت كده ماشي. وبرضو قال لي لا لسه في لا، لو لسه ليتنسي. في لاتنسي يكون سببها في بلجن انت بتستخدمه موجود في السيشن هو اللي عامل اللاتنسي. خالص ما كانش حاجه، هو بس كان مش سامع صوته كويس وسامع ليتنسي، فكنت بعليله طيب، الجين مثلا في حاجه شويه. ساعات غلطه بتحصل بتبقى الناس مش عارفاها او مش عارفه هي ليه حصلت، ان في كروت صوت بيبقى فيها حاجه اسمها دايركت مونيتور. يعني ايه ايوه. دايركت مم. مونيتور؟ ان انت لما بتتكلم حتى لو مش فاتح ده ومش فاتح اي برنامج بتسمع نفسك في المايك في الهيدفون، فكده بتبقى سامع نفسك مرتين، فده بيعمل لاتنسي. لازم تفتح الازيو او تفتح الميكسر بتاع كارت الصوت لو لقيت الدايركت مونيتور شغال تقفله عشان تسمع صوتك من البرنامج بس. طيب انا كان عندي سؤال بخصوص الكارت الصوت. ماشي. انا في مكان دلوقتي عندي كروت صوت كتير، ماشي. من اول شانلين لغايه 16 شانل. اوكي. المايكات لما بحطها على كارت صوت مختلف عن التاني صوتها بيفرق، هل ده طبيعي؟ طبيعي، عشان الدايره بتاعت البري امب مختلفه عن بعضها. هديك كمثال، انت دلوقتي لو جيت تقول لي انا عاوز كارت صوت يكون فيه يخليني اركب استوديو مونيتور واركب هيدفون واركب مايكين عشان انا ساعات هسجل مثلا بودكاست في نفس الوقت ولا بتاع، عارف اللي انت قلته ده؟ ممكن اديك بادجت $200 وممكن اديك بادجت $2000، فاستحاله الاوديو انترفيس ابو $2000 اللي هو فيه مايكين بس هيطلع لك صوت زي ابو $200. تمام. بري امب مختلف يعني. طبعا.